وتدبري وتمسكي وتعهدي، ولتغمري بالأيدي الأوقات، ولتقرئي بتمهل وتذكري مد الرسول وخيرة الأسوات. أو صحبتي كنتم معينا طيبا، كنتم بظني صفوة الصحبات، كنتم بظني صفوة الصحبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبيباتي ومحباتي من قناة سفيرة السعادة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبيباتي، في أول الحلقة كده هقولك على كلمة صغيرة كده هتمس قلبك قوي. كلنا عارفين إن أجمل هدية ربنا وهبها لنا هي أولادنا، بس في نفس الوقت بيكونوا فعلا في نفس الوقت أكبر امتحان لصبرك وقوتك وتحملك. وساعات كتير بنحس ان احنا فعلا منهارين من شقاوتهم، من صعوبة التعليم، من صعوبة تعليمهم وتأخرهم احيانا الدراسي، ونلاقي نفسنا فعلا بنفقد اعصابنا بسرعة ومش عارفين نتحكم في ردود افعالنا. النهاردة هنتكلم في الحلقة دي عن ازاي نبني شخصية قوية وصبورة تتحمل وتكمل من غير ما تنهار، وهنتكلم عن نماذج لبعض الصحابيات ازاي تحملوا المشاق علشان نكونوا قدوة لينا ان شاء الله بإذن الله. يلا بينا على الحلقة. ما تنسيش تدعميني بلايك كعادتك دايما ودعمك وتشجيعك ليا، ولو أول مرة تشوفي قناة سفيرة السعادة يسعدني اشتراكك في القناة. حبيباتي الغاليات، كلنا بنتفق مع بعض ان التربية فعلا مش سهلة، وكل يوم بيعدى علينا اختبارات جديدة. كل يوم من خلال أولادنا بيختبروا صبرنا، بيختبروا إيماننا، بيختبروا تحملنا. يعني يمكن أصعب حاجة اللي هي فقد السيطرة على أعصابنا، وبتقعدي تقولي لنفسك أنا ليه مش قادرة أتحمل، هو أنا ليه مش صبرة، هو في لي ناس هادية وأنا مش هادية. لكن هنتعلم مع بعض ازاي هنبني شخصية قوية فعلا تتحمل زي أمهات زمان. قدوة طبعا، قدوتنا هيكونوا الصحابيات، وهديكوا شوية نماذج كده علشان نقتدي بيهم، علشان نصبر على أعباء اللي بنمر بيها كل يوم. بص حبايبي، أولا الصبر ده يعتبر عبادة. الله عز وجل يقول واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني الصبر ده مش بيكون طبع ولا بيكون حاجة، ده انت بتطلبي فعلا من ربنا الصبر دايما في كل أمور حياتك. ربنا أفرغ علينا صبرا. كل حاجة في الحياة زي ما أنا بقولك، أي حلقة بتكلم عليها هتلاقيني بقولك عايزة تتغيري في كذا، بس المفروض الصبر وجهاد النفس. عايزة تلتزمي بعبادة، صبر وجهاد نفس. فالصبر ده هو العنوان الرئيسي لكل شخصية ناجحة في الحياة، ولكل حد انت شايفاه نموذج مثالي اكيد الحد ده عنده صبر. وكمان الصبر اللي انت بتصبريه ده بتجازي عليه وبتاخدي عليه حسنات. لما تيجي كده يا ام علاء ادخلي على طول في نماذج الصحابيات. اول نموذج لينا السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها. كانت بتطحن الرحى اللي هو الحبوب لحد يا بنات ما ايديها تعبت وتورمت. راحت تشكي للرسول صلى الله عليه وسلم شدة التعب، طلبت منه خادم يساعدها، بس النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وقتها مش أعطاها خادم، بل أعطاها ذكر عظيم اللي هو قال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ إذا أويت إلى فراشك فقولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34 مرة. شوفي الحكمة، بدل ما يرفع عنها التعب علمها الصبر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممكن يروح يجيب لها خادم وده كان سهل، ولكن خلاها تتحلى بالصبر، لأن هم قدوة لأمة كاملة. وكأن النبي حبيباتي صلى الله عليه وسلم حب يدي رسالة للسيدة فاطمة، ومن خلالها لينا للأمة كلها، إن القوة الحقيقية مش في الخادم ولكنها في ذكر الله عز وجل، وفي قلبك العامر والمتعلق بالله عز وجل، هو اللي بيديكي فعلا قوة حقيقية. ده طبعا نموذج مهم جدا جدا لكل أم متعبة ومضغوطة. يعني حتى بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعبت في بيتها بس صبرت بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنها تصبر، وإدها ذكر فعلا هو خير لها من خاتم. وتعبك برضو ده فيه رسالة إن تعبك مش دليل ضعفك خالص. أي حد بيتعب مهما كان قوته مهما كان مكانه، أكيد كلنا بيجي علينا وقت وبنتعب. تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد نموذج تاني، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.
كانت شايلة مسؤولية بيتها وزوجها الفقير اللي هو مين يا بنات؟ الزبير بن العوام. وكانت بتقوم بكل الأعمال بنفسها، تعجن وتخبز وتشيل النوى على رأسها مسافات طويلة، ومع كده صبرت وافتخرت إنها بتخدم بيتها وزوجها، وطلعت أولاد عظماء زي مين؟ عبد الله بن الزبير. فيعني الصحابيات صبروا. لما تقرأي في سيرة الصحابيات هو دي الحاجة اللي بتقويك وتعلمك ان اللي مش الخادم، ولا ان انا ابقى ضعيفة، ولا ان انا استسلم لضعفي. هو ده القوة انك تكملي وانك تقاومي نفسك وانك تتحملي علشان تبقي فعلا شخصية قوية تقدر تتحمل اولادها وتتحمل ضغوط الحياة. طيب ناخد مين تاني يا بنات؟ ام سليم اللي هي والدة انس بن مالك رضي الله عنه. ابنها الصغير مات. تخيلي شعور ام تفقد طفلها لكنها استقبلت زوجها بهدوء. عارفين القصه دي لما كانوا بيحكوها لنا دايما واحنا حتى اطفال؟ استقبلت جوزها بهدوء وصبرت واحتسبت قبل لما ما قالتلوش حاجه. برضو لما تقرأي في سيرة الشفاء بنت عبد الله، كانت معلمة، كانت بتعلم النساء القراءة والكتابة، صبرت على صعوبة تعليم الناس وقتها، بس هي نموذج للأم والمربية اللي بتبذل فعلا مجهود وعندها صبر وحكمة انها تكمل. انتي كموظفة مثلا دلوقتي ممكن تاخدي دي كنموذج، اكيد كانت بتعلم القراءة والكتابة، واكيد كانت برضو بتشوف امور بيتها. تمام؟ فاقرأوا في سيرة الصحابيات حبيباتي، علشان الرفاهيات الزايدة اللي احنا عايشين فيها بتخلينا شايفين الحياة صعبة ومش قادرين نتحمل. طيب تعالي بقى ادخلك على محور مهم قوي، على فهم نفسية الأولاد اللي انتي متضايقة من شقوتهم ومش قادرة تتحملي والحياة صعبة. الطفل الشقي ده طفل عنده طاقة محتاجة تتوجه، ومش كل تأخير أو تأخر دراسي حبيباتي بيكون دليل غباء. ممكن يكون محتاج منك صبر أكتر، طريقة تعليم مختلفة، تغير المدرس، عايز وقت أطول في إنك تصبري عليه، بس هيجيب نتيجة. برضو المقارنة بين الأولاد، سواء أولادك أولاد الجيران، أولادك أولاد حد من العيلة، أولادك نفسهم مع بعض، ده برضو مشكلة كبيرة أو إنك اوعي صبرك ينفد، إنك تقعدي تتكلمي عن مساوئ ابنك وإنت مش عارف وشوف مين عارف. ده كله برضو من علامات فقدان الصبر في التربية اللي بتأدي في الآخر لضعف ثقة الطفل بنفسه. تعالي بقى نتكلم عن استراتيجية عملية فعلا للصبر. قبل ما تتعصبي خدي نفس عميق، اللهم أسكن غضبي بلا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله. قومي من مكان، غيري مكانك، قولي لابنك أو بنتك اللي موطنينك اطلع بره دلوقتي. اعملي منطقة زي منطقة أمان ليكي كده، زي ما أنا بقولك دايما، مكان صغير في البيت وقت لما أعصابك بتفلت كله عارف ماما بتدخل هنا والدنيا تهدى مثلا، واخده بالك؟ قسمي يومك كله، مش خليه زي ما انا بقولك. فاكره الحلقه بتاعه امبارح في قناه عيشي حياتك لما اتكلمت عن التوازن النفسي؟ لان الضغوط دي بتبقى بسبب انك يعني جايه في جانب معين في حياتك ومهمله جوانب تانية. فلما تعملي توازن وتقسمي وقتك خلال اليوم على عدة مهام ومحاور، مش هتضغطي في محور واحد زي الولاد بس طول اليوم، الطبخ بس طول اليوم، تنظيف بس طول اليوم. لا، هي الحياة مش كده خالص. فلما تظبطي إيقاع الشغل هتلاقي الضغط عندك بيقل. الرياضة مهمة قوي، بتديكي مزاج كويس دايما، بتديكي صحة كويسة، بتخليكي فعلا بتحملي، بتخلي عندك فعلا صبر، وبتنظم هرموناتك وبتنظم الدورة الدموية، ودي من الحاجات اللي بتخلي عندك طاقة وبتخليكي ما تفقديش صبرك بسرعة. لان احنا كستات يا بنات من اسباب فقدان الصبر والزهق انك مش متحملة، جسمك تعبان، انتي مرهقة. فالفيتامينات مهمة جدا، الرياضة مهمة جدا، الأكل الصحي مهم جدا. اعملي الحاجات دي وهتلاقي فعلا نتيجة مرضية قوي قوي في علاقتك بولادك وعلاقتك ببيتك وعلاقتك بنفسك وعلاقتك بالعبادة. طبعا مش هنهمل جانب العبادة، يمكن هو أول حاجة بتعلمك الصبر. الصلاة نفسها يعني هي قمة ان انتي صبورة وانك مواظبة على الصلاة. ورد القرآن بتقدري تلتزمي بيه كل يوم، ذكر بتقدري تلتزمي بيه كل يوم، أذكار الصباح والمساء، كل ده بيقوي أعصابك وبيقوي قلبك وبيقوي شخصيتك حرفيا. وبرضو عايزه اقولك دلوقتي، هو انا يا ام عليا طالما انا اتعصبت فانا شخصيه مش قويه؟ لا طبعا، الشخصيه القويه مش يعني ما تتعصبيش خالص، اكيد هيجي وقت هنتعصب، ولكن تعرفي تتحكمي وترجعي توازنك بسرعه. فاهمه الحته دي؟ يعني انا اللي بكلمكم دلوقتي انا بتعصب وبشيط، مش معناها ان انا
ماشية كده مثالية وماشية على الأرض برفرف بجناحاتي، بتعصب بس ازاي بعرف أتوازن وارجع ومعملش أضرار مع ولادي اللي تبقى بعد كده أندم عليها. واخدة بالك؟ أنسحب وقت معين بنسحب فيه، في مثلا ضايقت شوية بس على طول أتوازن وارجع تاني بسرعة. الحاجات دي برضو مهمة قوي. برضو خدي بالك ان انتي نموذج ولادك هيتعلموا منك، سواء انت عصبية هيطلعوا زيك، صبورة هيطلعوا زيك، قوية هيطلعوا زيك، فولادك هيبقوا حتة منك. فحاولي ان انتي تكوني قدوة لأولادك. وتذكري دايما الصحابيات رضوان الله عليهم صبروا على الفقر وعلى الفقد وعلى الصعاب، واحنا كمان دورنا ان احنا نصبر على اي حاجة بنمر فيها في حياتنا، سواء كان تربية الولاد، سواء كان الأزمات المادية، سواء كان زوجك لو كان صعب معاكي. كل دي يعني المفروض نصبر عليها عشان دول قدوة لينا وتحملوا كتير، واحنا كمان لازم نتحمل لان احنا في دار مفر لا دار مقر. كل مرة تصبري فيها بتبني شخصية قوية جواكي وبتبقي قدوة لابنك او بنتك ان هم يطلعوا زيك. يعني هتربي جيل اقوى. خلي قدوتك الصحابيات. اعملي من صبرك سلاح للضعف، يعني خلي صبرك ده هو الحاجة اللي بتخليكي تصبري وقت الصعاب مهما كان نوعها. وتذكري دايما التربية مش سباق خالص، هي رحلة بس محتاجة صبر. ويعني ومع الصبر كمان نفس طويل. يعني عارفة يا بنات، هي التربية والله ما هي إلا طولة بال وصبر ونفس طويل. بس انا مش حاسه ان انا يعني طولت في الحلقه، بس يمكن ذكرت حاجه مهمه قوي بتمسك وبتلمسك قوي، اللي انت يعني انت مش في المركب لوحدك. كل الدنيا دي صعبه يا بنات، لقد خلقنا الانسان في كبد. مفيش تربيه بالساهل ولا في عيشه بالساهل، حتى مهما كان عندك كل المقومات لازم تبقى الحياه صعبه ولازم تتعلمي الصبر. دمتم في امان الله والسلام عليكم.